مرحبا بكم، أنا ملسون، تعرفونني وتعرفون صديقي نعمان. غنيت مرة أغنية ذكرت فيها اسمه: طيري طيارة طيري طيري فوق البلدان، طيري ومعي أصحابي، طيري ومعي نعمان. أنا نعمان صديقه ملسون، نعيش معا ونأكل معا ونلعب معا. نعمان، لماذا قلت افتح يا سمسم وتعرف أن اسمي ملسون؟ كان عليك أن تقول افتح يا ملسون. ولكن لا أحد يقول افتح يا ملسون، الجميع يقولون افتح يا سمسم. سمسم. اسألهم ماذا يقولون؟ ماذا تقولون؟ افتح يا سمسم. رأيت؟ افتح يا سمسم. ملسون، أنا لا أقول افتح يا سمسم إلا وينفتح أمامي كل شيء. هل تظن نفسك علي بابا؟ علي بابا؟ كأني سمعت بهذا الاسم. أين يا نعمان؟ أين يا نعمان؟ علي بابا يا نعمان شخصية معروفة في حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة. اسم عنوان ظريف. حكايات ألف ليلة وليلة حكايات جميلة قديمة مجموعة في كتاب. من كتب هذه الحكايات؟ حكايات حكاها الناس في الماضي وزادوا في الحكايات وطاروا في الخيالات، حفظناها حكيناها لآباء وأولاد. علاء الدين والقمقم وحلاق ببغداد. علي بابا وسر مغارة السمسم يناديها أيا سمسم، فتفتح بابها الصخري للقادم، وفيها من كنوز الأرض ما فيها. وفيها من كنوز الأرض ما فيها. جاسم جاسم، حكايتك حلوة أحلى من فطيرة التفاح. نعمان لا ينسى الطعام في كلامه. لا بل نسيت. ماذا نسيت يا نعمان؟ نسيت أن أقول لكم سنأكل أطيب الطعام هذا المساء. عند من؟ عنده ليلى وزوجها محمود. وما المناسبة؟ ولدت سلمى. نعمان، من سلمى؟ أنا لم أوزع رسالة في هذا الحي باسم سلمى. قل له من سلمى يا نعمان. سلمى زوجة سالم. سالم أخو ليلى. ماذا ولدت سلمى؟ بنتا ولدا رب العالم. لونت العصفور الساحر. ماذا أدعو هذا الطائر؟ سوف أسميه تغريد. هيا هيا يا تغريد، هات نشيد. أنت رفيقي وأنا بيدي، قد زينتك وحدي
يدور، سوف يغني سوف يدور. خروج. دخول. لا شيء متشابه بيننا. أهلا بكم. أقدم لكم ابنة عمي أنيسة. نعم، أليست جميلة؟ أنا أحاول أن أجد الأشياء المتشابهة بيننا ولكن لا أستطيع. لا شيء متشابه بيننا، لا شيء. انظروا، شعري لونه أسود وكثيف وخشن، وشعر أنيسة بلون فاتح وهو مجعد. وشيء آخر، فأنا أرتدي قميصا مقلما وقميص أنيسة غير مقلم. وأنيسة تلبس قبعة وأنا لا ألبس قبعة، صحيح؟ وأيضا أنيسة صغيرة وأنا كبير، فأنا أكبر منها. وأنيسة بنت، أما فأنا ولد. لذلك فأنا لا أجد أشياء متشابهة بيني وبين أنيسة. لكن هذا غير مهم، فهي ابنة عمي. زوجة أخي سالم ولدت. مبارك إن شاء الله، مبارك. ما عرفنا بنتا أم صبيا؟ بنت جميلة تشبه أمها. ما شاء الله. تتربى في عز والديها إن شاء الله. شكرا. مبارك إن شاء الله. باركك الله. مبارك يا ليلى. شكرا يا ملسون. الحمد لله على سلامتها. الحمد لله. كيف هي؟ بصحة جيدة. حضرت الولادة وكانت طبيعية والفتاة جميلة. الحمد لله. سأنشر الخبر في الجريدة. على مهلك، ماذا ستكتب؟ سأكتب في الجريدة: أنعم الله تعالى على الكابتن سالم صالح بمولودة أسمياها. ماذا أسمياها؟ هذه هي المشكلة. سالم مسافر وسيأتي اليوم ولا ندري ماذا نسمي الفتاة. هدى، أنت تحفظين كثيرا من أسماء الأطفال، ساعدينا في اختيار اسم. صحيح. أمه هي التي تسميه، فهي التي تعبت في حمله. أمه لا تريد أن تسميه وحدها، تريد أن تسميه مع سالم. معها حق، ولكن سميه أنت. لا أنت عمتها. لا أنا أسميه. هل عندك اسم يا نعمان؟ لا ما عندي اسم، ولكن ملسون عنده اسم. بأي حرف يفضل سالم أن يبدأ اسم ابنته؟ لا أدري، ولكن ما رأيك أن نبدأ بحرف الجيم؟ جمل. ماذا؟ جمل. نعمان، أنت ذكي يا نعمان. هل هناك أحد يسمي ولده جملا؟ جمل اسم غير لطيف. صحيح، أليس كذلك؟ ما رأيكم باسم جوهرة؟ جميل. جوهرة معقول. ولكن ربما كان هناك اسم أجمل يبدأ بحرف الجيم. جزر. من أين تأتي بهذه الأسماء؟ من فكري. فكرك لا يفكر إلا بالطعام. طعام. بالمناسبة ليلى. نعم. هل سنتعشى عندكم هذا اليوم؟ بالتأكيد يا نعمان، أنتم جميعا مدعوون للعشاء هذا المساء بمناسبة المولودة الجديدة. شكرا. فكرة جميلة. جميلة. ما رأيكم باسمي جميلة؟ أحسنت يا نعمان. والدة اسمها جميلة، سيكون اسم الحفيدة جميلة على جدتها، يبدأ بحرف الجيم. جميلة. سالم سيعجبه ذلك. صار الخبر كاملا. ما شاء الله. أنعم الله تعالى على الكابتن سالم صالح بمولودة أسمياها جميلة، فألف مبروك. ما رأيك بهذه الفكرة؟ فكرة جميلة. حرف الجيم جميل جدا في كلمات تشبه سعدا. شد جميل ركب الجمل ومضى الجد يزور الجبل. فرأى الجدة تحلب نعجة تخفق بيضا تصنع عجة. جلس
جلس الجد بجانب جدول، كان الجو هنالك أجمل. جد جميل نادى الجد، شرب لبنا أمامه. جد جمل جبل جدول، أول حرف يبدو أجمل. جيم. إلى أين يدخلون؟ إنهم يدخلون مطعم المدرسة بانتظام، يجلسون على الموائد المخصصة لتناول الطعام، يشربون الحليب ويأكلون الفاكهة لتصير أجسامهم قوية، فالعقل السليم في الجسم السليم، والغذاء يقوينا ويساعدنا على الدراسة والمذاكرة واللعب. شكرا يا مدرستي. الجريدة هذه باللغة الإنجليزية. توجد صور جميلة ها هنا، وفعلا جميلة. ترى من يطرق الباب لأذهب وأفتح. مرحبا سيدي الضفدع، أنا البائع المتجول المعروف واسمي قرقور. شكرا يا سيد قرقور، لا أحتاج أي شيء مما تبيعه. سيدي نعم. انتبه لقدمي. قدمك؟ انتبه أيضا لعنف الصغير. شكرا سيدي. قرقور، أنت دائما تبيعني أشياء لا أحتاجها. مرة بعتني واقيات الأذن وأنا ليس لي أذنان، ومرة لا زلت بلا أذنان. نعم، ومرة بعتني مدفئ الأنف وليس لي أنف. هذا صحيح. ومرة بعتني فرشاة أسنان وأنا لا أسنان لي، لا أسنان. أغلق فمك. نعم. ولكن عندك عين. أنا عندي عينان. وبما أنك عندك عينان جذابتان، نعم. ولأنهما تشبه تماما كرتي طاولة فوق سجادة خضراء. هكذا إذن. لا، يجب أن تحفظ عينيك من أشعة الشمس. أشعة الشمس يا ولأنك صديق عزيز فإنني سأبيع لك اليوم زوجين من النظارات الشمسية. نظارات؟ كنت دائما أريد نظارات شمسية مع أنني لا أعرف استخدامها. ولكن استخدامها سهل جدا جدا. كل ما تفعله هو أن تضع أنفك الصغير هنا. انظر. نعم، أنفك، ثم تضع هنا. تضع هذين الشيئين على أذنيك. مفهوم؟ أذنيها؟ نعم، تضع هاتين النافذتين أمام عينيك الجميلتين ولن تقع النظارة، لأن أنفك وأذنيك تمسكانها. مفهوم؟ قلت أنفي وأذني. لم أذني وأنفي. أنفك يكون هنا وأذناك هناك. هل هذا مفهوم؟ قرقور، كم مرة قلت لك إني ليس عندي أنف ولا أذن. انظر أين مكان الأذنين على جانبي رأسي. قلت لك 1000 مرة، لا أنف لا أذنين لا شيء. أعرف، فأنا هنا لأبيعك شيئا يفيدك. هيا معي. قرقور، توقف يا قرقور، توقف. لحظة واحدة. قد انتهينا. نعم، انتهينا. هيا اخرجي. لا تخجلي، ما أجملها. هل ترونها؟ هذه هي نظارات للشمس مع أنف ومع أذنين ومع شارب. تبدو
خفيف الظل بكلامك. شكرا. قرقور سوف جيم. جيم. هنا يبيعون الأسماك. نحن الآن في سوق الأسماك بعمان. ومن أين يأتون بالأسماك؟ يأتون بها من البحر أو النهر. انظروا. ها نحن هنا على شاطئ البحر، حيث القوارب التي تحمل الأسماك. وهؤلاء الناس هم صيادو الأسماك القادمون من رحلات الصيد لكي يبيعونه في الأسواق. وهذا يصيد سمكة أيضا. أنا أحب أكل السمك، لحمه لذيذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عبد الرحيم. نعم. ما هذا؟ هذه رسالة كبيرة جدا. لمن؟ أنا لا أوزع رسائل بعد الظهر. هذه حلوى صنعتها أمي بمناسبة المولودة الجديدة. وضعتها في هذا الظرف الكبير ليحفظها من الغبار. حلوى؟ ما هذه الحلوى؟ بسبوسة؟ لا، هذه فطيرة التفاح التي تحبها يا نعمان. عبد الرحيم، أنا أحب فطيرة التفاح. هل أذوقها؟ ستأكل منها بعد قليل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ربما جاءوا بالخروف الكبير. يا أهل شارع 20، استمعوا. بمناسبة ولادة ابنتي جميلة نريد أن نفرح هذه الليلة جميعا. وبهذه المناسبة السعيدة أحضرت لكم هدية عظيمة من جزيرة الكنوز. جزيرة الكنوز؟ نعم، جزيرة الكنوز تقع في بحر الأحلام. ما هذه الهدية يا خالي؟ نريد أن نعرف. إذن استعدوا لرؤية الهدية العظيمة. أيوه إنه ياقوت رائع. هدية رائعة. شكله لطيف. أنا خائفة. لا لا تخافي، يبدو أنه طيب. نعمان، سلم على ياقوت. هل يفهم الكلام؟ نعم، يفهم كثيرا، لكنه يتكلم قليلا. أهلا بك يا ياقوت، أنا ملسون. نعمان، سلم على ياقوت. أهلا. أنا نعمان. طبعا ياقوت سيعيش معنا هنا في شارع 20، لكن المشكلة أن نجد له بيتا يسكن فيه. مشكلة. هيا. ليسكن عندنا يا سالم. طلال ونورة يلعبان معه. نعم يا خالي، نريده عندنا. لماذا لا يسكن عندنا في البيت؟
أنا وخالد وحدنا في البيت وما عندنا أطفال، وأنا سأعتني به وأعلمه الكلام. وأنا أحتاج إلى من يساعدني. سآخذ ياقوتا وأعلمه تصليح المسجلات والتلفزيونات وكل شيء. لا هاشم هو لا يعرف شيئا ولا يعرف أن يصلح أي شيء. سأعلمه. أما علمتك كيف تضع البطاريات في المسجل؟ لماذا لا يكون ياقوت عندي؟ أنا أحتاج إليه ليبيع في غيابي. لا 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 لا، عندي أفضل. أضع له سريرا في دكاني وينام عندي. ملسون الجميع يريدونه، سيحبونه أكثر منا يا ملسون. لماذا لا يعيش معنا في بيتنا؟ في بيتنا؟ نعم في بيتنا. لا ملسون يقصد ملسون. نعم. ماذا جرى لعقلك؟ يا نعمان، نحن أقرب إليه من الجميع، يعيش معنا ويحكي لنا عن جزيرة الكنوز ونحكي له عن حينا. ملسون لماذا؟ نحن متفاهمان. لماذا؟ هذا نعمان، سنتفاهم مع ياقوت. إذا المشكلة محلولة. ياقوت سيعيش مع ملسون ونعمان ويسعد الجميع. جميل. ليلى متى موعد الطعام؟ احسبي حسابه، ياقوت معنا على الطعام. افتح يا سمسم من إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون